ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ كله بخير يا حبيبي، اخبارك انت ايه؟ الحمد لله. اخبار الدنيا معاك ايه؟ كله بخير كله بخير. اولا انت من الناس اللي ما شاء الله بجد والله جامده جدا جدا في موضوع السترينث اند كونديشن. بس طبعا كده الحمد كده لله. هسيب للناس اللينك بتاعك على الانستجرام، يخشوا ان شاء الله يعملوا فولو ويشوفوا الحاجات اللي انت بتنزلها، ما شاء الله جامده جدا. فاحنا خلاص جايين حبيبي. النهارده ان شاء الله نتكلم في موضوع السترينث اند كونديشن، ده الاساس. بس قبل ما نتكلم فيه عايزين ندي للناس كده نبذه بسيطه او تعريف كده عن كابتن عبد الرحمن. طيب انا عبد الرحمن الفاعي، خريج تربيه رياضيه. خدت الاول كورسات، يعني زي اغلب الناس بدات بيرسونال تريننج. خدت شهاده وانا في سنه اولى كليه، وابتديت شغل من سنه اولى كليه على طول. كنت الاول بدرس بس، يعني اللي هو ايه، اول شهاده، اول علم بقى ايه، يعني علم بجد يعني. كانت كورس خدته سنه اولى كليه، واشتغلت مثلا سنة، سنة ونص. وبعد كده خدت أول شهادة ليا في السترينث اند كونديشننج، كانت اكسوس. اشتغلت مع لعيبة كتير الحمد لله، ناشونال ليفل وانترناشونال ليفل. الدنيا كانت لذيذة يعني الحمد لله. وبعدين خدت حاجة بقى إيه في الريهاب، وبعدين خدت حاجة تاني بيرسونال تريننج. ده غير بقى الميني كورسز بقى والإيه، الحاجات اللي خدتها فانكشن تريننج والدراسات اللي على جنب يعني والحاجات دي. حاليا شغال اخصائي تاهيل وسترينث اند كونديشننج كوتش في اجنايت اكتوبر، جميل ببساطه. جدا ما شاء الله. نيجي بقى الله لاول يبارك. حاجه، التايتل يعني ايه اصلا سترينث اند كونديشننج؟ ايش يعني؟ السترينث اند ايه كونديشننج المسمى ده؟ بيعمل ايه؟ هي كلمه قديمه شويه، يعني كلمه سترينث اند كونديشننج دي كان زمان هو الاعداد البدني بالنسبه للناس هو حاجتين: سترينث يعني تقويات، وكونديشننج يعني حاجات نفس. هي كانت ده يعني على قديمه، ده كانت اول ما بدات يعني كانت هي عامله كده. حاليا احنا لسه بنطلق على الناس سترينث اند كونديشننج كوتش، بس هو في لفظ تاني اللي هو بيرفورمانس كوتش، او يعني حد يمسك الجانب البدني، يعني معد بدني بالعربي يعني. المعد البدني ده حد بيمسك اللعيب ايا كانت إيه رياضته، بيحسن له جميع عناصر اللياقه البدنيه، بيمسك اللعيب في كل حاجه ما عدا الحاجات التكنيكال. يعني اللي هو مثلا لو انا مرن لعيب كوره، انا مش بمرنه على ازاي يشوط، ومش بمرنه على ازاي باص، وازاي الكلام ده كله مش بتاعي. انا بمرن اللعيب ده ازاي يجري اسرع، ازاي يغير اتجاهاته احسن، ازاي فرص اصاباته تقل، لو عنده مشكله ما نحاول نبص عليها، ازاي نفسه يبقى، يعني كل حاجه في الفتنس، كل حاجه بدنيه. دي شغلانه مغطيه الاحمال طيب بمنتهى تفرق في البساطه. ايه عن البيرسونال تريننج العادي؟ يعني الراجل بتاع الجيم اللي موجود في قلب الجيم يفرق عنه ايه؟ معلش سؤال بدائي شويه او هو سؤال غريب بس شويه، بس علشان في ايه؟ ناس- اه غالبا طبعا. معظم الناس بتفكر ان البيرسونال ترينر او اي مدرب يقدر يشتغل سترينث اند كونديشننج كوتش. طب خلينا نقول حاجه. في الاول علوم اساسيه، يعني في حاجات كلنا بنتعلمها ايا كان انت شغال مدرب عامل ازاي. في حاجات كلنا بنتعلمها اللي هو مثلا اناتومي، فيسيولوجي دي اسمها ايه، بيزك ساينس. كلنا بنتعلم العلوم دي. بعد كده المفروض الواحد بيتفرع شويه. مخطط الاحمال ده بيتعامل مع ناس مختلفه شويه عن البيرسونال ترينر بيتعامل معاهم. يعني البيرسونال ترينر لما بيجي يدرس بروجرام ديزاين بيدرس ايه؟ في حاجه اسمها انديورنس، ماسكولار انديورنس، حاجه اسمها هايبرتروفي او ضخامه عضليه، وبيدرس حاجه اسمها سترينث او قوه، وتمرينتين ثلاثه موبيليتي، استرتشات ستاتيك لكل حاجه، وخلصت على كده. هو ده بروجرام وشويه حاجات كارديو خفيفه يعني. لكن مخطط الاحمال بقى بيدرس حاجات مختلفه شويتين. بيدرس يعني ايه بلايومتريكس. بلايومتريكس دي اللي هي تمارين الجامبات، الحاجات اللي جسمنا بيستخدم فيها اوتاره بطريقه معينه. يعني عشان ما نخشش برضه في ديتيلز، بيدرس ايه السبيد، ايه التكنيكس اللي المفروض الناس تجري بيها، ازاي تطور الحاجات دي. لا، في فرق كبير جدا جدا في الدراسه لوحدها. في الجانب بقى العملي والتطبيقي حاجه تانية، يعني لان هو البيرسونال ترينر، اغلب الناس اللي بتتمرن في الجيم هي بتتمرن عشان هي بتحب اللي هي بتعمله، او عايزه تقضي وقت كويس، او حتى لو هم عندهم جول. يعني بادي مش بتكلم عن بادي. ريكومبوزيشن، الحاجات اللي زي دي. يعني هم بيبقى ناس حابه اللي هي بتعمله، لكن الرياضي بيبقى الموضوع مختلف شويتين، لان هو بيبقى مضطر يعمل كده، او هو عايز يعمل ده عشان يوصل لليفل معين. وفي عندك عناصر كتير، يعني لو انت شغال في جيم، مخطط احمال شغال في الجيم غير مخطط الاحمال اللي شغال جوه جهاز فني. اللي شغال جوه الجهاز الفني بيتعامل بقى مع المدير الفني ومدرب الرياضه، وبيتعامل مع الاخصائي العلاج الطبيعي. وبيبقى فيه يعني ايه جانب كده كوميونيكيشن مختلف تماما. ويبقى عندك نظره للموسم، البريودايزيشن،
periodization ده يعني كلمه تقسيم الموسم او السنه او ايا كان. لا، الموضوع يعني ممكن نقعد نتكلم فيه لبكره يعني، بس هو موضوع مختلف جدا جدا من حيث الدراسه ومن حيث التطبيق يعني. طيب ممتاز جدا. طيب لو انا عايز اشتغل سترينث اند كونديشننج كوتش، ايه الشهادات اللي انت تنصح بيها داخل مصر، والطريقه ليها ازاي؟ خلينا طيب، نتكلم الاول عن موضوع الشهادات، وبعدين بعد كده هندخل في جزئيه السيلف ستادي والحاجات اللي زي ديت كلنا ناخد رايك فيها. خلينا الاول في قصه الشهادات، ترشح ايه في الشهادات اللي في مصر؟ هو في شهادات عالميه وفي شهادات محليه. يعني خلينا الاول ناخد الشهادات العالميه. يعني الشهادات العالميه ما دي اللي فيش هي مشاكل. مثلا حاجه زي NSCA دي. دي منظمه اللي بتدي الرخصه بتاعت مزاوله المهنه بره. يعني دي اسمها National Strength and Conditioning Association، منظمه تخطيط الاحمال العالميه المحليه. فالمؤسسه دي هي اللي بتدي لك الرخصه، ودي الكورس بتاعها بيدي لك كده كتاب ابن لذينه كده قد كده، هو تقعد بقى ايه، آه، تذاكر فيه، وفي الاخر بيمتحنوك، والامتحان بيبقى صعب ونسبه الصعود فيه كبيره، واللي بينجح بينجح، ويعني بيبقى اللي بينجح خلاص بقى بياخد الشهاده. في حاجه تانيه اسمها اكسوس برضو. دي برضو شهاده قويه جدا. كل الشهادات دي عامه يعني كل الشهادات القويه بره بتدي سيستم شغل. دي المشكله اللي احنا يعني هرفلكت ده بقى على مصر. مشكله الشهادات اللي في مصر، في شهادات كتير آه نظريه جدا، نظريه بحت. يعني اللي هو ايه، بيبقى مثلا حد دكتور جامعه، هو واخد الموضوع من حيث الدراسه. يعني مش عايز برضو ابقى بتكلم حد بطريقه وحشه يعني او حاجه، ولكن لا 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 لا، عادي، احنا بنناقش الوضع. بص، انا من النوع يعني اللي ما بحبش ادفن راسي في التراب زي النعامه. اقول لك كل حاجه حلوه. لا احنا دوس عادي جدا، طالما ما ذكرناش اسماء، ما قلناش فلان، ما قلناش اي حاجه، اتكلم في الواقع علشان خاطر الناس تقدر تتجنبه، ما تقعش في نفس الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها اكيد او يعني غيرنا هو وقعنا فيها. الهدف فعلا ان الناس يعني تبقى فاهمه الوضع ماشي ازاي يعني. بس هو ببساطه في ناس كتير بتقدم علم هي ما جربتش تشتغل بيه قبل كده. هي دي اللقطه، ان الاحمال اي زي اي حاجه. لو انت مثلا بيرسونال ترينر بدون قطع بيكلمك كلامك، بدون قطع كلامك، هل فعلا بيبقى علم اصلا، ولا مجرد كمان حاجه؟ ما هي دي المشكله، يا ريته علم وناقصه يعني البراكتس. هو في ما لسه ما فئه وصلش للعلم اللي ابديتد. ده حقيقي فعلا، اه. بيبقى علم اوت ديتد. يعني في فئه من التمرين انا بحب اسميها التمرين النظريه. تمرينه لو انت بتشرحها لي، الله دي حلوه قوي، حلوه قوي التمرينه دي، بتنمي واحد اتنين تلاته، والفاشيه بتاعتك بتعمل ايه، حلو قوي. هنعمل ايه بقى؟ تمرين تافه ما بيقولش اي حاجه. فهو دي تمارين كلها نظريه، ما بيحصلش منها ترو ادابتيشن، او ما لما تيجي تطبق اللي انت بتقوله ده على ارض الواقع الموضوع ما فيش قوي. فالشهادات اللي في مصر قويه. آه، انا نفسي بدي حاجه، فانا عشان برضو ابقى محايد يعني. كل واحد اكيد شايف الحاجه اللي بيعملها حلوه، بس يعني صراحه من وجهه نظري الشهاده اللي احنا بنديها ميزتها ان احنا كلنا اشتغلنا في الرياضه. هي دي غير ان كل واحد واخد كورسات. الفكره ان كلنا شغالين في الرياضه فعلا. يعني تعاملنا في انديه، تعاملنا على مستوى اشخاص، وتعاملنا مع رياضيين في رياضات كتير. ده اللي بيخلي الحاجه يعني ايه، قويه يعني الحمد لله. ده الكورس بتاعنا اللي احنا بنقدمه اللي هو Strength and Conditioning Specialist. في برضو مؤسسة ثانية في مصر حلوة جدا. في برضو حاجات يعني أكيد برضو إيه، آه، اختلافات يعني في وجهات النظر، ولكن في برضو اي بي اي حلوة جدا برضو. بتقدم علم قوي وتطبيقي. ولكن زي ما بقول لك في يعني ايه حتت هنا بقى الموضوع ما يبقاش ان الناس ما طبقتش. لا، API شهاده قويه حلوه ما شاء الله، ولكن بقى هنا اختلاف الجانب العلمي بقى يعني. اعتقد طيب دي الشهادات اللي من وجهة نظر يعني اللي موجودة في مصر worth mentioning يعني، او يعني ان احنا نتكلم عنها يعني. ممتاز جدا. هل الراجل اللي رايح ياخد الشهاده ده يقدر ان هو ياخد باله، هل انا فعلا بستثمر فلوسي صح في الحته دي ولا لا، علشان خاطر ما يروحش يعمل زي الناس اللي راحت خدت PT بثلاثه او باربعه في حاجات تحت بير السلم في الاخر، علشان اعتماد واعتماد واعتماد واعتماد، ويخش جوه لا محاضر بيعرف يشرح، ولا تطبيق زي ما انت قلت، ولا اي حاجه من ديت كلها، وفي الاخر هو مع الماتيريال بس ديت مش هتصل. احنا الكلام ده بنشوفه عندنا في CFT والPT والكلام اللي زي ده كله، صح. وبيطلع
طبعا. المدرب يقول لك انا درست بايو ميكانكس ودرست كونسولوجي ودرست فانكشنال اناتومي ودرست كابتن وعملت وسويت حلو كل ده في قوي اسبوعين. الكلام يعني المحتوى بتاع الكورس واو جامد جدا، يعني تخش في جزئيه الانجلز اللي جوه البي تي، ايه الحلاوه دي، ده يتكلم في الركبه وفي الشولدر وفي البتاع. تيجي تبص في الفهرس تلاقي هو الشولدر صفحه، الركبه داخله مع الهيب في نص صفحه، داخله في كذا. ايوه. طيب حتى سيبك من الصفحات او عدد الصفحات، انا بتكلم هو ده الخوف، يعني انا مسمى الاعتمادات والكلام ده كله كتير جدا عندي الشهادات دي، لكن هل فعلا المحتوى والشرح قيم ولا لا؟ طيب هقول من وجهة نظر حاجتين، يعني من وجهة نظر الاعتماد ومن وجهة نظر المجال بتاعنا طبيعة الشغل بتاعته عاملة ازاي برضه. الاعتماد ده بيرجع على طول لطبيعة الشغل. مصر عامة ما فيهاش جهات آه، تسألك انت معتمد منين غير الاماكن العالية، ومش بيسألك انت معتمد عشان السي اي يوز او حاجة. يعني اي حد بياخد شهادة بيبقى عارف ان ليها ايه حاجة اسمها اكريديتيشن، او الجهة اللي بتعتمد الشهادة دي. يعني انا واخد مثلا شهادة اي اس اس اي، اي اس اي دي نفسها ليها اعتماد، ليها جهه بتدي لها الاكريديشن، وجهه بتقول لك ان اي اس اي دي جهه معتمده يعني. المهم، اللي هو كورس سي اف تي يعني. فاحنا عندنا في المجال في صراحه جاب. يعني احنا عندنا في مصر مفيش جهه رقابيه بتقول لك في الاحمال هو انت واخد كورس منين. اغلب اصلا الانديه او الحاجات دي، لو انا رحت قلت له انا واخد 40 كورس في امريكا وانا هناك عالم، هيقول لك فين ختم النسر، فين بقى اللي انت فين ده من مم. يعني. فهو الاعتماد ده في مصر في قطاع الأندية، برضه عشان بنتكلم على، هكلمك عن الجيمات برضه في الأندية. لا الموضوع مش يعني، نادرا لما هتلاقي حد، يعني برضه عشان بنتكلم بصراحة، يعني نادرا لما هتلاقي حد عارف احنا بنتكلم في ايه. احنا ورا قوي للأسف. فأغلب الناس لسه في حتة كده اللي هو ايه، هو احنا لسه في العلم المتوارث، اللي هو احنا لسه اللي هو معاك، احنا معايا كتاب كده ما قريته سنة 1900 وحاجة، هو ده اللي انا باني عليه كل معتقداتي. ده بالنسبة، عشان كده الاعتماد مش مهم قوي. المهم انت تبقى شاطر فعلا واخد كورس يقويك فعلا وانت درست فعلا، اهم من الاعتماد جاي منين. الجزء التاني في الجيمات، الجيمات اللي عايزة اصلا مخططين احمال قليلة جدا. يعني برضو مم. عشان نبقى صراحة يعني. انا مثلا بحاول افكر في دماغي دلوقتي في كام جيم بيعين مخططين احمال. ما انت لا هتلاقي دخلت في تخصص جوه التخصص، يعني انت دخلت اه عمال كل ما عمال تتخصص جوه، كل ما العدد قل، وبقيت مميز اكتر في الجزئيه دي، فبالتالي الاماكن اللي هتلاقيها فعلا هتبقى نادره. هو برضو في حاجه، يعني في حاجه لازم تتقال، هو المجال بيكبر فعلا دلوقتي. يعني احنا، ما احنا البودكاست بتاعنا بيتكلم مثلا عن عن الشينج كونديشننج ليه؟ عشان حاجه فعلا هوت توبيك يعني دلوقتي. بالظبط. الاسم ده فعلا بيتقال، يعني الحاجه دي بقت بتكبر دلوقتي. بس السوق الناس فاكره ان هو انا هاخد شهاده، انا بيرسونال ترينر وهاخد بعد كده سترينث اند كونديشننج، جيمات هتتهافت عليا. الجيمات مم. حتى لو تهافت عليك هو ما عندوش كلاينتس، ما عندوش رياضيين يجيبهم لك. لان الرياضي غير الشخص العادي. الرياضي مش هيروح يخليك تجرب فيه. يعني الشخص العادي بيروح الجيم، باشا جيم لطيف فيه ماشينز بتاع، هروح ادفع فلوس واتمرن. لكن الاثليت مش كده. الاثليت اللي هيعمل كده هو مع حد كحيان يعني، حد بيبدا او مم. حد مش مهتم بالرياضه قوي. لكن حد رياضي تقيل بجد، لا هيروح يدور على اسم معين، هيروح يدور على حد شاطر فعلا هو يعرفه كده يعني. لكن الموضوع فالجيمات مش تقدر توفر لك اصلا عدد رياضيين كبير. فعشان كده بقول لك الاماكن اللي الرياضيين بيروحوها في مصر جيمات قليله. فهي دي قليله. فكره ان مم. الاعتماد برضو ايه، فكره اعتماد ختم شهاده ما مش هو اللي هيخليك مميز. احنا الاعتمادات دي بينا وبين بعضين لان هي دي اللغه اللي احنا بنتكلم فيها يعني. لكن الرياضي ما يهموش ده ايه. ولا اللي كنا بنتكلم فيه التاني طبعا، بما اننا بنتكلم في مجال ابتدى ينتشر كتير جدا، خاصة كله دلوقتي بقى عايز يبقى محمد صلاح او زي محمد صلاح. فالكورة دلوقتي انتشرت جدا جدا، موضوع فيها ان اللعيبة تبتدي تنزل الجيم علشان خاطر قدر يعرف ان الكورة ديت بقى بتخدم على الجيم بقى بيخدم على الكورة بتاعته واللعبة، الكلام ده كله بيشوف محمد صلاح ولاعيبة بره وكريستيانو وغيره بينزلوا الجيم، فابتدى يبقى عنده فكرة عن الجيم وأهمية الجيم وعلاقته بالكورة، بس هو لسه مش قادر يربط الكلام ده. ده هيبقى السؤال بتاعنا الجاي، لكن قبل ما ندخل في السؤال ده، بما اننا بنتكلم عن الكوره بالذات في مصر، معدل الاصابات فيها عالي جدا، ولما جينا بصينا على الاحصائيات اللي بره لقيتها كمان بره عاليه.
بس في مصر عندنا هنا اعلى بكتير جدا من الارقام اللي بنسمعها. اللعيب ده فلان جاله رباط صليبي، ده عنده مش عارف ايه في الخلفيه، ده عنده في كذا، ده عنده كذا. فعايزين نتكلم الاول في القصه دي من ناحيه دور المدرب، اللي هو السترينث اند كونديشننج كوتش، في ان هو يتعامل مع الاصابه. ديت النقطه الاولانيه. ودوره من ناحيه التاهيل الاصابات، هل هو ليه دور في تاهيل الاصابات، ولا دوت بيرجع لحد تاني في الفرقه، علاج طبيعي او غيره؟ سؤال جميل. الحته دي عامه هنا وبره، يعني مش عندنا بس، هنا وبره هي حته جراي قوي، او حته مش متفق عليها قوي. حته بس في حاجات احنا متفقين عليها. آه، اللي ما تعرفوش ابعد عنه. بطريقه ببساطه في حاجات كده مم. ما بنعملهاش. دي هدي الاول القواعد، وبعد كده هقول الحاجات الايه الجراي اللي في النص. القواعد: في حاجه اسمها اكيوت ستيج. دي في الاصابه، لما انا يجي لك اصابه دلوقتي، اكيوت ستيج يعني مرحله بدائيه، اول مرحله في الاصابه، انت لسه متعور، لسه بقى في احمرار الزرقان، وجع جامد، التهاب عنيف، يعني الحاجات اللي هي كلها ايه بتاعت الصدمه او الاصابه في وقتها، احنا ما بنتعاملش معاها اطلاقا. ده ايا كان الدور بتاعك ايه في المكان، انت كمخطط احمال او حتى اخصائي تاهيلي، انت مش دكتور، انت مش بتتعامل في الاكيوت ستيج. الموضوع منتهي قولا واحدا. احنا بنتعامل امتى بقى؟ في الكرونيك ستيج، او لما تبقى مثلا خلاص الاصابه، في اصابه مثلا بقى لها كتير عند الرياضي نفسه، او الاصابه خلاص خرجت من مرحله كرونيك، ده يعني حاجه مستمره او مزمنه. فخلاص الاصابه الاصابه الرياضي خرج بره مرحله الاصابه الاوليه، وابتدى خلاص الاصابه ما بقتش وجعاه قوي، بقى يقدر يتحرك، يقدر يتمرن، يقدر مش عارف مين. ساعتها هنا لو انت كمخطط احمال دارس حاجه في الريهاب او دارس حاجه في المشاكل العضليه والحركيه، تتكلم، ولكن من وجهه نظر مختلفه عن الدكتور. بمعنى ايه؟ يعني في الغالب، يعني انا بحاول ابسط الامور جدا يعني. الفيزيوثيرابيست او دكتور العظام او الجهاز الطبي في النادي، دوره ان الرياضي يبقى بين فري. اول حاجه ان هو ما يبقاش عنده اوجاع على قد ما يقدر، يعني طبعا بقدر المستطاع، لان المستطاع دايما غير بالظبط، غير اللي الواقع. هيحصل. مم. اه يعني ف بقدر المستطاع بيحاول يخليه بين فري، والهدف بتاعه ان اللعيب يقدر يلعب اكتر ماتشات يقدر عليها، ويقدر ياخد اكتر اكسبوجر يقدر عليه. ده حاجه احنا متفقين ما بينها وبين الايه المدربين والدكاتره. ده الجول المشترك ما بينهم، ان اللعيب بيبقى مش موجوع، ويحاول يبراكتس اكتر حاجه يقدر عليها، عشان كل ما يتمرن كل ما هيتطور. ده في مصلحته بشكل عام. آه، انت كمخطط احمال، لو جالك حد عنده مشكله حركيه مسببه له وجع، بس انت الجهاز بتاعك، يعني هي الموضوع سياسي جدا، حسب الجهاز بتاعك بيعمل ايه. انت الجهاز بتاعك فيه حد بتاع فيزيوثيرابي قوي، ساعتها انت يا باشا على جنب، وبتديله الدنيا، هو اللي بيتعامل. ولكن في مشاكل بسيطه، يعني مثلا حد بيعمل سكوات، ركبته بتوجعه، مش تقول له يلا يا حبيبي روح العب بايد، روح للدكتور وتعالى. انت بالظبط، كده بتكبر التفاصيل دماغك. اللي احنا لسه هنتكلم فيها، صح، تمام. اللي هو انت عندك جو ان مشكله، ديتيلز، روح عادي، مفيش مشاكل. في مشكله في حركه ما، يعني مثلا مم. واحد بيلعب سكوات، ركبته بتوجعه، بس هو زي القرد، هو تمام، هي بس في شويه بيجري حاجات ولعيب كوره عادي ضعف. جدا بيجري، هو مجرد ما قادر بيحط لود على كعيار، البار بيوجعه. مم. بالظبط، في حركات بتوجعه، ولكن هو في المجمل تمام. انت تعمل ايه هنا؟ انت هنا كدور ليك دور في الاسسمنت، انت ليك دور هنا في الاختبارات والقياسات، ان انت تبص مثلا حد عنده وجع في الركبه، اول حاجه تيجي في دماغي ان انا هقوم رايح باصص على الهيب بتاعه او الفخذ بتاعه، هبص الحركه بتاعته عامله ازاي. قاعد عنده مثلا ليميتد انترنال روتيشن، عنده الفخذ ده ما بيلفش لجوه، ساعتها يبقى مثلا هيحصل زي تورك، او الركبه وانت نازل القصبه بتلف في اتجاه والفخذ بيلف في اتجاه، فبيحصل زي القمطه دي او التورك على الركبه، فده بيزود له الوجع شويه، حاجه زي كده. فابتدي ساعتها انمي له مرونه الفخذ، الحمد لله ظبط. في حاجه تانيه خالص، ان انت عندك مشكله في السكوات، يا عم يولع السكوات، ما نعمل له تمرين تاني. يعني انت مم. مفيش تمرينه معينه هتوقف لك التمرين. هو موجود في بالظبط. السكوات. طب السبليت سكوات، اللانج مثلا، او مثلا ليج بريس، ايا كان، يعني انت بتحاول ممكن يبقى لود تلاقي. مانجمنت بقى، هو شايل وزن تقيل لسه مش ادابت عليه، مجرد ما تقلل الوزن البين راح. خلص. ده ابسط حاجه في الدنيا، يعني بالظبط يعني. مم. فساعات يعني مش الموضوع مش اللي هو ايه ده انت اتوجعت اشيل ايدي ومش لدرجه اللي هو انت عندك مشاكل في البيت اروح اعالجها لك. هي الموضوع يعني في حته في النص.
الحته اللي في النص دي من وجهه نظرك يا عبد الرحمن صراحه يعني، دي حسب المتاح. يعني برضو خلينا نرجع لارض الواقع تاني، المتاح ايه؟ في اماكن كتير اصلا ما فيهاش اخصائي تاهيل، يعني انديه ومؤسسات ما فيهاش اخصائي تاهيل. فهو انت مخطط الاحمال هتعمل ايه؟ مش هتاهل ومش تعمل تاهيل للصليبي، واحد جاله صليبي مش تمسكه من دي 1، مش منطقي. ولكن في حاجات هتاخد كورسات فيها، في حاجات هتتعلمها هتقدر تأهلك تتعامل مع الأوجاع أو المشاكل الحركية بشكل أحسن شوية. يعني أعتقد ده طيب لما إجابة جينا عامة. بصينا كده فعلا الكلام ده ممتاز جدا. لما جيت حتى بصيت على الكتب الكبيره زي الان اس سي اي مثلا في التاهيل في السترينث اند كونديشننج، او حتى في الاسينشال بتاعه الاسينشال اوف بيرسونال تريننج، لقيتهم عاملين شابتر كامل عن الانجريز والرهاب. يعني اذا المدرب ليه دور على الاقل يفهم البروسيس ديت ماشيه ازاي، وهو هيخش فيها امتى. بل بالعكس بيحصل كتير ان هو بيخش امبرر مع الدكتور، خاصه لو انت هو زي ما انت قلت ان هو فاهم. يعني الدكتور مثلا نفترض وليكن اللعيب كان بيلعب جاله بين في الركبه وقت اللعب، هناخد مثال تاني مثلا. راح كشف عند الدكتور وبتاع، قال له جايز وارد بس محتاجين نعمل كذا كذا. ممكن الدكتور يشتغل في التأهيل في نفس الوقت وانت بتشتغل معاه في نفس الوقت، وعش بس بيبقى بالتنسيق ما بينكم عشان ما يحصلش كونفليكت او يحصل تعارض في الشغل او في الاحمال. الكلام ده انت ايه رأيك فيه؟ أنا هقول لك برضو من واقع خبرتي الشخصية لما كنت بشتغل في مكان فيه دكتور. الموضوع في الغالب الدكتور شاطر في ودي شغلانته، شاطر في التشخيص. أنت مالكش إنك تشخص، يعني أنت مالكش تقول تعمل له اللاشمن تيست بتاع الاي سي ال وتقول له اصل الاي سي ال بتاعك بيسيب شويه. لا. مش شغلانته. بالظبط. دي شغلانه الدكتور، هو اللي يشخص وهو اللي يكتب ادويه وهو اللي يقول لك هنعمل ايه. فالدكتور شخص، دكتور العظام يعني. بس في مصر برضو دكتور العلاج الطبيعي بيشخص في حاجات، وفي حاجات برضو دكتور العلاج الطبيعي ده يشخصها عادي. مهم يعني في تشخيص اتعمل والدكتور شغال. الدكتور مش شغلانته ان هو يبقى اجمد حاجه في الاصابات. طيب سيبك من شغلانته او مش شغلانته برضه عشان دي حته سياسيه شويه. هو في العام في العالم كله اغلب الدكاتره مش جامدين في التمارين. اغلب الدكاتره جامدين في ان هو يودي الوجع، وعنده شويه تمارين بتساعده في الكلام ده وان هو يرجع الحركه وشويه تمارين مرونه. لكن انت مخطط الاحمال، انت بتاع التمارين، انت بتاع الادابتيشنز، انت اللي بتدي حاجه عشان مستني منها ان اللعيب ده يتاقلم فيتحسن بشكل ما. بخبرتي كان الدكتور لما يبقى مثلا في حد معاه مشكله، جاي له مثلا قاطع في الخلفيه، فهو بيتعامل معاه في حاجات، وبعد مرحله ما لما الموضوع يبقى تمام بيبعته لي وبنفضل شغالين سوا زي ما كنت انت بتقول بالظبط يا هندسه. ايوه. آه هو عنده حاجه هو شغال عليها. سوري. هو عنده حاجه هو شغال عليها وانا عندي حاجه شغال عليها في حته في النص كده. احنا عارفين هو يعني عارفين كل واحد بيعمل بروجرام عامل ازاي، وعارفين كل واحد بيشتغل على ايه، وشغالين ان باراليل. وده بيبقى احسن نتائج لان هو بيغطي نقط ضعفي وانا بغطي نقط ضعف. ببساطه المصلحه المشتركه ايه؟ ان اللعيب يبقى احسن يعني، فبمنتهى البساطه يعني. طيب ممتاز جدا. طيب خلينا ناخد، بما اننا بنتكلم عن ان دور المدرب كمان ان هو يمسك اللعيب من المرحله دي، ازاي اصلا المدرب يشتغل في قصه ان هو يقلل له معدل الاصابات؟ هل في حاجه اسمها اصلا منع الاصابه بالكليه، ولا احنا بنسميه تقليل معدل الاصابات، ولا ايه الدنيا هي بالظبط؟ كلمه انجري بريفنشن او منع الاصابات دي يعني ككلمه هي غلط. مفيش حاجه اسمها انك مم. تمنع الاصابه. لو انا واحد عنده اقوى ده خلفيه الحقيقي. تشخيصيه. يعني انا بحط السؤال كده علشان خاطر فعلا نوصل اه للنقطه دي، لان الناس بتترجمها ترجمه حرفيه، فيقول لك انت بتمنعني المفروض من الاصابه خالص ان هي تجيلي. بالظبط. فده مش منطقي يعني. سامعني تمام؟ اه كده تمام. طيب. اللهم صل على النبي. عليه الصلاه آه والسلام. المنع الاصابه ده دي حاجه مش حقيقيه. لو انا عندي لعيب عنده اقوى اماميه في الدنيا واكتر جلوتس بتطلع فورس في العالم واكتر خلفيه بتقدر تمسك الركبه تمام، ولعيب خبطه في الملعب اتعور يعني هو فاهم. فانا عملت كل اللي عليا، بس في النهايه في حاجه اسمها يوتوبيا. يوتوبيا ده اللي هو نظره تخيليه لعالم مثاليه. خيالي مش واقعي. العالم المثالي اه. العالم مم. المثالي ده فكك منه، ده مش اللي احنا بنتكلم عنه النهارده. العالم الواقعي ان انت يا باشا عندك فتره اعداد قليله
عندك وقت بتعصر الوقت ده اللي تطلع منه اعلى امكانيات تقدر عليها. في مصر الدارج ان فتره الاعداد دي يا باشا 4 ل 6 اسابيع. هو ده الاعداد، 4 ل 6 اسابيع. وبعد كده بتمرنهم مثلا مرتين في الاسبوع او حاجه زي كده، ولما تبدا الماتشات ممكن يقطع فتره اصلا، ممكن يجي لك مره في الاسبوع. فانت بتحاول على قد ما تقدر تشوف المشاكل اللي بتصرخ في وشك. عامه اكبر حاجات بتقول ان في مشكله هتجيلك ان يبقى انت عندك اصلا مشكله. يعني حد مثلا جاله انكل سبرين مره، فهو معرض ان هو يجيله اثنين وثلاثه. حد خلع كتفه مره، معرض ان خلع الكتف ده يتكرر تاني وثالث ورابع. يعني فانت بنتكلم بتشتغل في على الريتيرن حاجه. بتاع الاصابه، ان وارد لما بيبقى حد في الهيستوري بتاعه جاي لك بيحكي لك الهيستوري بتاعه، انت بتبقى خايف من الحاجات اللي حصلت له قبل كده فتبتدي اه تشتغل عليها. مم. يعني هو واحد بيقول لك انا عندي واحد اتنين تلاته اربعه، 4 اصابات قدام. بالنسبه لي هو يعني مش هبتدي بقى ابص خلاص بقى خف وخلاص هم مش واجعينه. هو جاي لك يقول لك انا كان عندي 4 اصابات زمان وخف وخلاص. فانت لا، لازم تشوف الحاجات دي. الحاجات دي بتسيب اثر في الجسم. فعشان برضو ما تسحلش، عشان دي قصه تسحل لوحدها يعني الاصابات القديمه. بس ببساطه كقاعده عامه، اي اصابه حتى لو قديمه حتى لو ما فيهاش وجع، بتبص عليها. عندي اصابه في كتفي، ببص على كل الرنجات، ببص على قوه كل حاجه، ببص على التحكم الحركي، ببص عليه في السرعات عامل ازاي، ببص عليه في كل حاجه. يعني حتى لو ما فيش وجع، الوجع مش ده معيار ان انت الاصابه خفت. الاصابه خفت دي يعني الحركه رجعت تمام. دي بالظبط. دي اول حاجه. ان اللعيب عايز يشتغل على موضوع ان هو يقلل الاصابات اللي عنده. فاحنا هنخش بقى في جزئيه دلوقتي. انا راجل غلبان على قد حالي جاي اسمع البودكاست ده علشان اخد معلومتين واستفيد بشكل مجاني من كابتن عبد الرحمن والكلام ده كله. أنا ما عنديش يا عم فلوس ان انا ادفع واعمل. انا راجل غلبان بلعب ايه في نادي عادي جدا والكلام ده كله. بنزل الجيم 4 5 مرات في الاسبوع، جنب ان انا بنزل كوره 3 مرات في الاسبوع او 4. ببص ماشي. بلاقي عندي اجهادات عاليه ومش عارف تصميم البرنامج. الراجل اللي معايا هناك في التمرين راجل بس بتاع سكيلز بس وحاجات زي كده في الملعب، مفيش مدرب او مفيش معد. اعمل ايه كراجل انا عايز انزل الجيم واخلي الجيم يخدم على الهدف بتاعي في الملعب خاصه الكوره؟ طيب خلينا نقول، اول حاجه لو انت الحمل عندك عالي ما تزودش في الجيم، ما تزودش مشكله. يعني احنا دلوقتي بقول لك انت في وسط الموسم او في حمل جديد، ما تزودش حمل الجيم برضه، لان انت مش ضامن ايه اللي هيطرقع منك. فدي اول حاجه. لو الحمل شديد في الرياضه هتبتدي تقلل اللي انت بتعمله في الجيم. دي قولا واحدا يعني. في حاجات اساسيه لازم كل الناس تبقى بتعملها. هنقول الاخطاء الشائعه، عشان علم التاهيل وازاي تقلل الاصابات دي حاجه معقده وكذا فاكت، يعني حاجه مالتي فاكتشرال، يعني فيها كذا عامل. يعني مش هقول لك امسك دي وانت تمام هتروح تعور من التانيه. هو في 1000 عامل لازم تتحكم فيه. فيعني هقول لك الغلطات الشائعه اللي بتتعمل، ممكن ده يبقى ده اكتر حاجه ممكن الناس تستفاد منها. اول حاجه، الناس بترجع من موسم، خلاص خدت الراحه وموسم هيبتدي، ما بيعملش الجري كفايه، ما بيعملش تمارين تساعده على الجري وتغيير الاتجاهات، وبينزل الملعب بيعمل 100%، او بينزل ماتش يعمل 100%، وهو ما عملش ال 100% دي مره واثنين وثلاثه اربعه في التمرين. يعني انت لما تبدا دلوقتي الموسم بتاعك بدا وهتنزل تجري طبعا هتلعب ماتش هتعمل 100%. ما ينفعش يبقى دي اول اختبار ليك لجسمك يبقى في ملعب. ما ينفعش تبقى انت مريح بقالك كتير وتنزل تختبر وتدي 100% بتاع جسمك في الملعب. لازم يبقى التمرين بتاعك قبل ما تكون بدأت فترة الماتشات تكون خدت حمل تدريبي عالي الشدة وعالي الحجم من جري بأقصى سرعة وتغيير اتجاهات بأقصى سرعة. حمل عنده عالي فهيعمل بيكينج. الجزئيه دي عجباني جدا جدا. يعني لو جينا نبسطها للناس هنبسطها للراجل بتاع الباور ليفتر اللي هو بيلعب باور ليفتنج عادي جدا. الراجل عايز يروح ينافس او يكمبيت فهيشيل اقصى وزن والمفروض ان هو يحقق ريكورد والكلام ده كله. فتخيل ان هو هيرفع 250 كيلو ما كانش رافعها في الجيم، راح يحققها اول مره في المسابقه وهو ما اشتغلهاش. فنفس المثال اللي انت بتضربه، اول حاجه جت في بالي او اول حاجه بدرت لذهني هي القصه دي. انت عايز تروح تفتح سبرنت او تعمل او تبذل 100% من الايفورت بتاعك لاول مره في الملعب وقت البتاع، وانت ما عملتش لكده استيميوليت او ما حكيتش الحركه دي، ما عملتلهاش استيميوليشن عندك في الجيم او بره على الاقل في التمرين بتاعك.
معلش قطعت كلامك، بس ده اللي جاي في بالي تبسيطا للناس يعني. لا يا حبيبي، هي فعلا هي دي من اكبر المشاكل واشهرها صراحه من وجهه نظري. في كمان في سمعه سيئه عن الجري في اوساط كده في الكوره، ان الجري بيجيب قطع او شد في الخلفيه. ده حقيقي، لما انت بتجري فرصه، يعني لو انت بتمشي فرصه اصابه ان انت يجيلك حاجه في الخلفيه قليله عن الجري. خلينا نقول انت دلوقتي مثلا، هدي لك مثلا، تعديه الشارع خطر ولا مش خطر؟ خطر. خطر. فانت عشان ما تع... يعني خلاص حاجه خطر، فانت ما تعديش الشارع، مش ده الحل. انت لازم تتعلم الاول تعدي الشارع كذا مره، بص يمين حبيبي، بص شمال، واستنى العربيات، وعدي لما الاشاره تفتح. بتعلم الشخص ازاي يعدي الشارع بامان، عشان لما يضطر يعدي الشارع يعرف يعديه. ما هو الحل مش انك تقعد في بيتك. فبالتالي الجري صح. فيه فرصه اصابه اعلى. فانا ازاي اهلك انك ما تتصابش في الجري؟ انك تجري. ان انا اعلمك تجري كتير، وابتدي ادرج لك الحمل واحده واحده، ما اجيش افاجئك بحمل عالي قوي مره واحده. في برضو حاجه تانية، يعني نقطه تانية برضو من الاخطاء الشائعه قوي، خاصه في لعيبه الكوره بما ان احنا بنتكلم على الكوره، ان هم ما اغلبهم مش بيتمرن بجد. يعني في نسبه كبيره، او كمان مدربين كتير، يعني هو الموضوع مش جاي من اللعيبه، الموضوع جاي من هي كوره فيها فئه منظومه. كبيره. لو بصيت على اللعيبه الكبار حتى في انديه كبيره اوروبيه، هتلاقيهم بيتمرنوا تمارين دلع يعني. هو اللي بيعملوه 100% هي تمارين الاجيليتي مثلا، تمارين البلايومتريكس، تمارين الحاجات اللي فيها ايه، رشاقه كده وتغيير اتجاهات. الحاجات دي بتتعمل 100% ساعات. لكن مثلا التقويات، حاجات الجيم بقى بجد، لا الحاجات دي مهدور حقها جدا يعني. اغلب اللعيبه بتتسكلن فيها، يعني ما بتعملهاش بجد. فانت امم. ما عندكش وقت كبير تتمرن، ما عندكش في الموسم وقت كبير بجد تتمرن فيه، يبقى اولوياتك من اولى اولوياتك هو الجيم. فاستغل الفتره اللي عندك دي اللي ما عندكش فيها ضغط كوره، انك فعلا تقوى. انت عشان تقوى، وعشان تقوي خلفيتك، وعشان تحسن الانكل بتاعك، تحسن السمانه بتاعتك عشان ما يجيلكش قطع في الوتر اكيلو والكلام ده كله، عشان تحسن نفسك بشكل عام، ده مش هتعمل في اسبوع. ده بياخد وقت. فانت استغل كل الوقت اللي عندك انك تعصر جسمك يعني. دي النصيحه يعني. نتكلم في جزئيه، احنا اتكلمنا شويه في الاخطاء بتاعه لعيبه الكوره اللي بيعملوها في الجيم والكلام ده كله. بما اننا تطرقنا لموضوع الجيم، بيجي لعيبه كوره كتير جدا حلمها ان هو يبقى في فورمه محمد صلاح او كريستيانو رونالدو او الكلام ده كله، رغم ان في يعني مئات الالاف من اللعيبه اللي احنا ما بتشوفش غير بعض كده الناس ايه، الحالات الشاذه دي او الحالات المختلفه. فهل معنى كده ان انا مع الكوره ما اقدرش ان انا اعمل عضلات؟ وايه مفهوم الحجم العضلي اللي يقدر يوصله للعيب الكوره؟ وهل الكوره ممكن تاثر على الحجم العضلات بالسلب ولا لا؟ سؤال جميل. يعني خلينا نقول ان عضلات دي انت طلعتها ازاي، ده سؤال مهم يعني. كيفية، انت يعني طلعت العضلات دي بانك تتمرن زيك زي البادي بيلدر، بتتمرن حاجات بس تزود حجم عضلي فتطلع لك عضلات، ولا انت بتتمرن تمارين فعلا بتخليك تطلع باور اكتر واسرع بحطة حمل على عضلاتك، فبالتالي عضلاتك كبرت؟ دي برضو حاجة نفكر فيها يعني. فكرة اللي هو انت بتبقى ابطأ، الحديد بيبطئك، دي فكرة مش غلط. وهي غلط يعني، هقول لكم هي غلط فيه وصح فيه. فكرة ان الحديد بيبطئك دي جت من ان الناس بتروح تتمرن حديد عادي، زي البودي بيلدر، بنش بريس ماشين وشولدر بريس وليج بريس. ده كلام مش هيبطئك لو انت بتعمله يعني. ده كلام مش غلط، ده ليه برضو المكان بتاعه يعني. كويس، ده كويس. ولكن لو انت بتعمله هو بس هتبطأ، لان ببساطه جسمنا بيمشي بمبدأ موف ات اور لوز ات. فانت جهازك العصبي لو مش بتطلب منه ان هو يطلع اقصى سرعه ممكنه، السرعه هتقل. الموضوع بسيط جدا يعني. فانت لازم تبقى بتمرن جسمك على ان هو يحرك اوزان عاليه بسرعات عاليه. دي حاجه مهمه برضه. لو انت عايز تفضل سريع، لازم يبقى فيه في تمرينك جزء، ولو حتى 10% من التمرينه فيها حاجات تزود سرعتك. ف والحجم العضلي الكبير، يعني لو انت مثلا شاب وزنه 70 كيلو، انت لعيب كرة 70 كيلو، لو انت بقيت لعيب بيطلع مثلا اسنانك، لو انت وزنك 70 كيلو، اسنانك انت بتطلع في الجامب باور قد ايه؟ طلع مثلا 1000 نيوتن. واسنانك لما انت بقيت 80 كيلو بقيت بتطلع 1000 نيوتن برضو. انت كده يعني كده ما خسرتش حاجه. الفكره تبقى امتى
وزنك زايد وبقى فيها مشكله ان انت الباور اللي بتطلعه بقى اقل. يعني كل ما الكيلو من وزن جسمك يطلع باور اعلى، كل ما ده بقى ده احسن. يعني انا مثلا 70 كيلو بس بجري بسرعه اكس، بقيت 80 كيلو بجري بسرعه اكس وشويه، خلاص هو ده اللي احنا عايزينه. احنا عايزين يبقى عندك كده كتله عضليه بتسمح لك تطلع باور اعلى. فهي العضلات لوحدها مش يعني مش حاجه وحشه او حاجه حلوه. هي العضلات دي انت بتستخدمها ازاي وبتطلعها ازاي. جميل جدا، ممتاز. بس عمره ما هيوصل لحجم البادي بيلدر، حتى اللي بيلعب بطريقه بشكل التمرين ناتشورال دي يعني. اه. لا، يعني الموضوع مش منطقي، لكن في حاجات ابليكابل. يعني تقدر مثلا مع كريستيانو رونالدو وصلاح والناس اللي بيلعبوا كرة بشكل محترف، الناس دي وصلت للشكل ده بالتمرين. يعني ما تقدر توصل لحاجة زي كده يعني، وممكن اكتر كمان يعني. طيب جميل جدا، ممتاز. طيب عايزين ندخل على السؤال اللي بعده. بما اننا بنتكلم في موضوع ان انا بنزل الجيم والكلام ده كله، فانا بحب ادخل على الانستجرام، فبحب اقعد اجيب بقى حاجات كده جميله كده من على الانستجرام، ده رابط بند في ركبته، وده رابط بند حوالين مش عارف ايه، واحط الكونز واعمل كذا، وبعدين اخلص فجاه اقوم جاي رايح لاعب بنش بريس، وبعدين ارجع تاني اقوم جاي رايح لاعب مش عارف ايه. ايه الصح وايه الغلط، وازاي اعرف الصح والغلط في الموضوع ده؟ من غير، آه، انا راجل على باب الله يعني، لا اعرف بروجرام ديزاين ولا اي حاجه، بكلمك من منطق اللي انت واحد، انا قلت ما اعرفش حاجه، بس انا بشوف حاجه على الانستجرام والراجل ده بالنسبه لي راجل سريع ورشيق وبتاع، فخلاص هعمل زيه. الموضوع مش في التمارين. يعني انا ممكن ادي لك تمرينة حلوة جدا بحطها لكل الاثليتس بتوعي، وانت خدتها ممكن تضرك، ممكن ما تطوركش يعني. الموضوع مش في التمرينة، الفكرة في البرنامج التدريبي عامل ازاي. عشان كده انت تلجأ لانك تمرن نفسك لما يبقى ما عندكش القدرة المادية انك تجيب مدرب فقط. لكن انت لو انت قادر تروح لمدرب، الموضوع مش هزار يعني. فخلينا نتكلم الاول على الشريحة اللي هي مش لاقية حد يمرنها، مفيش حد جنبها او ما عندوش القدرة المادية. هديلك يعني ايه دي ازاي تعمل لنفسك تمرينة بمنتهى البساطة. في كام حاجة أساسية لازم تعملها. لازم كل مرة بتروح فيها الجيم تحاول تعمل تمارين مرونات، حاجات تعمل فيها شوية مرونة كده، 10 دقايق مثلا في أول التمرينة وفي آخر التمرين. لازم تعمل حاجة فيها بلايومتريكس. بلايومتريكس يعني تمارين جامبات. حاول تعمل مثلا تمرينتين ثلاثة بس، حاجات فيها سرعات، تعمل مثلا تغيير اتجاهات وتعمل سبرنتات بشدة عالية. وبعد كده الحديد ده بقى حسب، يعني بيكبر وبيصغر حسب انت فين في الموسم. لو انت بعيد عن الموسم وبعيد عن الماتشات كبر الحديد. كل ما تبتدي تقرب من الموسم ابتدي قلل الحديد وتزود فين؟ تزود بقى في البلايومتريك، تزود في السبيد، تزود في الاجيليتي، الكلام ده. وكمان اتبقى لك انك تشتغل على النفس بتاعك. ادي مثلا 10 15 دقيقة انترفل، نص دقيقة سبرنت، نص دقيقة مشي، 10 12 دقيقة. سجل المسافة اللي انت جبتها وحاول تعلي على المسافة دي واحدة واحدة. اعتقد دي يعني ايه فورمة ممتاز جدا. تمرين يعني مبسطة. انت بقى ايه املى التمارين اللي جوه يعني. طيب انا هعمل الكلام ده مرتين اتنين في اليوم، هقسم الحاجات الجمبات الصبح، واتمرن بالليل حديد لمده ست سبع ايام. دي فيها مشكله؟ كتير سيكا. صح كده؟ ده اللي احنا كتير عايزين سيكا. نوصله مع. بس انا مستعجل يا كوتش، اه يعني انا عايز ابقى يعني راجل رياضي ومحترف، والناس بتقول لك عادي ما تتمرن يا عم، نو بين نو جين، اتمرن مرتين في اليوم، واللي بيتعب ويشقى لازم عشان يوصل، والكلام ده كله. اللي بيوصل لمرحلة ان هو بيتمرن مرتين في اليوم ده بقاله سنين بيتمرن وعمال يتطور، فجسمه بيقدر يستحمل حجم وشدة تدريبية عالية. فعشان يعلي على اللي جسمه بيستحمله ممتاز. عمال يزود عليه، فجسمه يتأقلم فيضطر يزود أكتر، فجسمه يتأقلم فيعلي التمرين، وهكذا. لكن أنت لو حد لسه بقالكش في الجيم كام شهر، أنت كلعيب يعني بقالكش في الجيم كام شهر، يعني قصة الأحمال دي باشا 3 تمارين في الأسبوع زي الفل. اثبت حلو. عليهم اول سنه. يعني اول سنه دي هم 3 تمارين، لما الدنيا تضربها قدام 4 تمارين. لان الاولويه في النهايه لرياضتك، يعني انك تتمرن رياضتك هو اللي هيحسنك في رياضتك. البدني هيساعدك جدا خاصه لو انت لسه جديد. فعشان كده لو انت لسه جديد هتستفاد بسرعه، مش محتاج اصلا تحرق كل الجهد ده وتبقى ميت مش قادر تتمرن الرياضه بتاعتك يعني. فالبدني مهم كل حاجه بس يعني بالعقل. طيب انت دلوقتي عايزني ان انا اروح الجيم بكرر نفس الحاجات لشهور وسنين، طب ما انا همل،
هزهق يعني. كل مره هلعب سكوات وبنش بريس وبعدين العب جمبات، والعب مش عارف ايه وكذا وسكيبس والحاجات ديت كلها تكرار للتمرين. انا عايز جديد يا كابتن في القصه دي، اه، عايز زوايا ده وحركات جديده ده كونسيبت وحاجات الحفركه. كده. كونسيبت ما ده اللي الحفركه احنا ده جميل. عايزين نتكلم فيه. ما هو انا مش هشترك معاك 3 4 شهور عشان تقعد تكرر لي في نفس الحاجه. يا نهار انا عايز ابيض ده. جديد. انا عايزك تديني، هتقول لي انت في الثلاث اربع شهور هتستلم مني ثلاث اربع برامج مختلفه علشان خاطر يبقى انا عندي بقى اقعد اعبي. أيوة. اه لا، اللي عايز يعبي ماشي، لكن لو انت عايز تتطور بجد يعني. ما ده اللي احنا آه، عايزين نوصله للناس. انت ايه رايك في القصه دي؟ هل يثبت ويشتغل على حاجه بشكل ثابت ويبقى عنده ديسيبلين جسمك. فيها، ولا يقعد يغير يغير يغير؟ اديني ثانيه واحده معلش، انا اسف عشان بس لا ولا حد يهمك. عمال فقط. الفيديو عندك علق كده، اشتغل تاني. اه، قطع. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب، خلاص. كده ايه الدنيا؟ لا كده تمام، ممتاز جدا. طيب، اللهم صل على الصوت تمام، كل حاجه تمام. تمام كده. عشان بس في حد عمال يرن الساعه لا 12 لا لا عادي، عادي ولا يهمك. كنت انا اسف، سؤال تاني لا 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 ولا عشان. يهمك. كنا بنتكلم في قصه، انا دلوقتي سواء كنت اشترك مع مدرب او مش هشترك مع مدرب او الحاجات اللي زي ديت كلها، فانت بتقول لي انت بتروح الجيم هتعمل كذا وكذا وكذا، انت اديتني حاجات ثابته انا هقعد اعمل فيها، اكرر فيها شهور وسنين، ما انا هزهق. هقعد كل مره اكرر نفس الحاجه. فهل انا مطالب ان انا يبقى عندي الحاجه ديت ثابته، ولا لازم كل مره تمرينه جديده ومختلفه، ولا ايه بالظبط؟ اه، الحفركه. طيب، في ايوه. جانبين في الموضوع، في جانبين. آه، اول جانب، انت عشان تتطور في حاجه لازم تعملها فترات طويله. في حاجه اسمها تأقلم، يعني في حاجه التمرين بيعمل حاجه اسمها تكيفات او ادابتيشنز. انت لما بتتمرن تمرينه جسمك بيتكيف على الوزن ده، فبيحسن من نفسه. فانت لما بتروح تعمل اي تمرينه جديده، اول فتره من التكيفات جسمك مش بيتكيف. اللي بيتكيف ده جهازك العصبي. فانت الحركه بتبقى انت احسن فيها عشان جهازك العصبي بيتعلم الحركه، فبقيت احسن. بس انت جسمك نفسه ما اتغيرش لسه. الانسجه بتاعتك، اوتارك، مفاصلك، الكلام ده لسه ما اتغيرش، بيتغير بعد شويه. عشان كده انت محتاج تثبت التمرين فتره، عشان بعد ما يخلص التكيفات العصبيه تبتدي التكيفات الايه، الجسديه بقى، الفسيولوجيه بجد، فجسمك يبتدي يتطور. ده جزء. الجزء الثاني ده بقى منتال، يعني اللي هو الكلام بتاع الحفرجه ده احنا بنقوله لما يجي كلاينت بيرسون تريننج عادي، حد عايز يجي يتمرن في الجيم، عايز يقضي وقت لطيف يعمل حاجه لذيذه. يا باشا كل تمرينه، كل شويه نعمل مثلا تمرينه، نعمل فينيشر مثلا 10 دقائق في الاخر، تنطيط وبتاع، نعمل تشالنج ما، نغير التمرينه كل فتره، لان هو مش عايز يزهق، عشان هو بيعمل التمرينه فور فن، يعني هو جاي فن، هو مش جاي برضه. لكن اللي عنده هدف بيسعى وراه، يعني الموضوع بسيط. فهو ده يعني ما عنديش اجابه ثالثه، يعني هو صراحه انت لازم تلتزم بالحاجه فتره. على الاقل التمرين بتثبت معاك شهر على الاقل، يعني اتكلم فتح كلام شهر. التمرين ممكن تقعد معاك 3 شهور واكتر كمان عادي. طول ما انت عمال تتطور خلاص مفيش داعي انك تغير التمرين. لما تبتدي تزهق ماشي، متفهم ده، بس متبقاش ملول، يعني ان كلنا بنزهق، ما هو كلنا بنزهق من التمارين، فبنغيرها وبنحاول نجيب زوايا تانية والكلام اللذيذ ده كله. ولكن ما يبقاش الموضوع يعني بشكل اسبوعي او بشكل يومي. الموضوع مش، مفيش حد فيلك، مفيش مدرب فيلك يعمل لك. بالظبط. فهي برضو الحاجه دي انا بلاحظها كتير جدا في من الناس. انت مش هتخترع فانكشن جديده للعضلات اللي عندك. يعني الصدر مش بيعمل مثلا شولدر هوريزونتال ادكشن، فانت هتخترع له مثلا فانكشن جديده، هو هيعمل ايوه، كده حياته هيفضل يعني. عملتها بالدمبل، عملتها بالبار، عملتها ايوه. فاهم قصدي، عملتها بالكيبل. فهو هيعمل نفس الفانكشن. فنفس الفكره موجوده في الاسترينث اند كونديشننج شويه. انا عايز ابقى كويس في السبرنتات او ابقى سريع في الملعب، ما انا هعمل سبرنتات. كتير، هخترع ايه تعمل جديد؟ سبيتات كتير. كتير. ايوه. وهعمل الحاجه اللي تخدم عليها. ممكن لعبي كله يبقى في الشده، في الفوليوم، في الفريكونسي، في الحاجات الخاصه كده اظن يعني. ولا ايه رايك في الكلام بتاعي؟ هو مظبوط، في حاجات انت بتعملها. في برضه في حاجه الانستجرام. آه الناس بتشوف بره انستجرام تمارين روشه، بيشوف ناس جامده وبتاع، بس انت ما اتمرنتش زيهم. الناس دي بتتمرن بقالها سنين. انت لو اتمرنت بقالك سنين نتكلم، يعني انت تتمرن بقالك سنين بجد نتكلم بقى ساعتها، وازاي تليفل اب، وازاي تاخد حاجات اجمد ومش عارف مين. لكن انت لسه بتبدا،
بقالك سنه سنتين بتتمرن، لا يعني لسه شويه لسه شويه على ما يبتدي حفره. خليك في الاساسيات. وكمان لو سنك صغير، دي برضو نصيحه مهمه. لو انت سنك صغير، اتعلم يعني، امسك مثلا السكوات، اقعد العبه سنين عادي. العب سكوات سنين، ما يخرجش بره التمرينه بتاعتك لحد ما توصل فيه ليفل جامد. آه، هتتأقلم يعني. ما هو لسه بقول لك، انت عشان تتطور في حاجه لازم تفضل مثبتها شويه عشان جسمك فعلا يتأقلم، ما تبقاش كلها تكيفات ايه، عصبيه يعني. فلا، لازم نثبت على التمرين. اللعيبه اللي بتلاقي ما عندهمش المشكله دي خالص مين بقى؟ لعيب مثلا العاب قوه، هو بيلعب ايفنت واحد عمال يعمله من ساعه ما عنده 6 سنين لحد بقى عنده ايه، ده بص 30 سنه. لعيبه مستحيل. التراثلون، مم. لعيبه الماراثون، يا نهار ابيض، رياضه متوحده. رياضات التحمل دي رياضات تجيب توحد. بس بحترم جدا الناس اللي بتلعبها يعني. هو بيعمل نفس الحاجه، بيجري. انا تعمل ايه النهارده؟ هجري. بكره هجري، بعده هتجري هو مفيش اي حاجه بتتغير، هو بيعمل هي نفس الحاجه بالظبط. يعني. ايوه. اه، فدي برضو من الحاجات المهمه، بما انك كنت بتتكلم عن التأقلمات التكيفات ان هو يبتدي يعمل سكوات، الحاجات اللي زي ديت كلها دايما بنسمع جمله: انت بتعرف تمرن عضلاتك كويس بس بتنسى تمرن اوتارك. واللعيب بتاع الكوره، اه. فاللي احنا فاهمينه كويس ان هو الاوتار بتاعته مهمه جدا وكويسه. ناس كتيره جدا بتنسى القصه دي. ازاي يقدر اللعيب فعلا يمرن اوتاره مع عضلاته، او ما طيب. يعملش جاب ما بينهم؟ طيب هنقول 4 نقط في حوار الاوتار. اول حاجه، لازم تتمرن حاجه اسمها ايزومتريك تريننج او انقباض ثابت. انقباض عضلي ثابت ده يعني كانك مثلا عارف الهول سكوات، اللي هو بتعمل سكوات على الحيطه تفضل ثابت 90 ثانيه. ده مثال للايزومتريك سكوات، ايزومتريك تريننج. التمارين الثابته دي بتحسن جدا من الاوتار. التمارين الثابته في منها نوعين. في منها نوع طويل، يعني مثلا زي الهول سكوات ده بتقعد فيه 40 ثانيه 60 ثانيه ايا كان. وفي نوع تاني بتطلع فيه اقصى حاجه، كانك تزق الحيطه. عارف انك تحاول تزق الحيطه، الحيطه هتتزق مش تتزق. انت بتحاول لمده 5 ل 10 ثواني تزق الحيطه، انت مفيش حاجه اتغيرت، انت جسمك ثابت والحيطه ثابته. فده انقباض ثابت لا زال، ولكن انت بتعمله باقصى شده. في دولت النوعين دول اساسيين جدا عشان الاوتار بتوعك. الحاجه التانيه وهي الايسنتريك تريننج. الايسنتريك ده اعتبر مثلا وانت بتلعب البايسبس، الحركه بتاعت ان انت تنزل بالدمبل ده اسمه الايسنتريك. انك تعمل تمارين بتقعد فيها في الايسنتريك كتير باوزان عاليه، ده بينمي جدا صحه الاوتار بتاعتك. تالت حاجه انك تعمل تمارين فيها انقباضات سريعه جدا. يعني مثلا تمارين الجامبات، بشوف مشكله كتير في تمارين الجامبات. الناس بتعمل التمرين ازاي؟ انا رجلي بيعمل تك، بيقعد على الارض كتير بيقضي قوي. وقت على الارض كتير. الاوتار بتاعتنا عشان تشتغل باقصى حاجه تقدر تعملها لازم تقعد على الارض كده. لازم الحركه بتاعتك تبقى على الارض خفيفه. هو ده اللي يخليك خفيف في الملعب، انك تعمل حاجات خفيفه. تمارين بلانمتريك بتقعد فيها وقت قليل على الارض وبتطلع اقصى حاجه تقدر عليها. دي من الحاجات اللي بتشغل اوتارك جدا وبتقويها جدا. انت لو بصيت اصلا على اللعيبه بتوع ال 100 متر، على حجم وتر اخيل بتاعهم، وتر اكيلس اللي هو وتر بتاع السمانه، لا يعني ده حاجه يعني ده انت عشان تقطعها فيه لايرز يعني. فاللي هو من كتر الديماند يعني. دول كده 3 حاجات. الحاجه الرابعه وهي التمرين الحديد العالي، تمارين السترينث، تمارين التقويات. مش بس بتقوي عضلاتك، بتقوي الاوتار بتاعتك بنسبه، وبتقوي العظم بتاعك، بتقوي الغضاريف، بتقوي كل حاجه يعني. في دراسه اتعملت على الناس اللي بيلعبوا بيسبول. الناس اللي بيلعبوا بيسبول دول بيحدفوا بايدهم اليمين بس مثلا، شافوا مساحه العظمه بتاعه الهيومرس، ما اعرفش اسمها ايه، العضد. شافوا الهيومرس، اه. شافوا الثيكنس او التخن بتاع العظمه، لقوا ان الدراع اللي بيحدفوا بيه اكبر، العظمه نفسها اكبر من الناحيه التانيه. ده عشان التمرين مش بس بتاع عضلات، ولكن هو في هنا عوامل كتير عشان ما تفضلش عضلاتك عماله تتطور واوتارك مش بتتطور كفايه. عشان الجري والحاجات اللي فيها سرعات عاليه اصلا بتعتمد على الاوتار. اصلا بتعتمد على اوتارك، بتطلع باور عالي جدا عضلاتك لوحدها ما تقدرش تشيله. يعني انت وانت بتجري بتحط على جسمك حوالي 5 اضعاف وزن جسمك وانت على، يعني انت لما بتجري وبتقابل الارض كده، وانت بتقابل الارض انت بتطلع فيزيائيا فورس او قوه تعادل 5 اضعاف وزن جسمك. انا لو مسكتك بار عليه ضعف وزن جسمك بس وقلت لك اقف بيه بس كده، تحس ان هو مش مستحمل. 5 اضعاف وزن جسمك ده هيفعصك يعني. فتخيل ايه اللي شايل ده؟ مش عضلاتك، اوتارك هي اللي شايله هي اللي شايله الوزن ده. فالاوتار بتاعتنا بتحط عليها لود عالي قوي لما بنعمل حاجات بسرعه. عشان كده لازم نعمل حاجات ال4 حاجات اللي انا قلت لك عليهم دي. بالظبط، وانا ركزت معاك على جزئيه الاوتار لان اللعيبه بكتير جدا بتقابل فيها ربطها. بين.
اه اه طبعا. بالظبط. قبل كمان من قصه يعني، كمان حتى ايرلي ستيج كده قبل الاصابات بقى لا قدر الله والكلام ده كله، هو دايما موجوع في اوتار، هو مش قادر يجري علشان الوتر بتاعه وجعه من ركبته، من الوتر بتاعته. برضه الناس اللي بيجي لها الايه؟ وجع برضه قدام، الناس اللي بيجي لها وجع في كتفها برضه هنا. بالظبط. فهو بيمرن العضلات كويس، مفيش مشاكل، بس بينسى فعلا يمرن الاوتار. فجزئيه الاوتار اللي انت اتكلمت فيها مهمه جدا جدا. اذا لو حد عايز يهتم بالجزء السفلي في الاوتار، ممكن يبتدي ان هو يعمل مثلا تمارين ايزومتريك زي ما احنا قلنا في الاول، بالنوعين اللي انت قلت عليها، وتمارين الاكسنتريك، وتمارين الجمبات، وتمارين الجيم تقوية العاديه جدا العضله. خالص. طيب، هل في تعارض ان هو يدخلهم او طريقه معينه ان هو يقدر يدخلهم في برنامجه التدريبي بحيث ان ما يحصلش كونفليكت او تعارض ما بينهم؟ يعني هو الموضوع ملوش ترتيب قوي، بس لو حد عنده وجع، يعني انت دلوقتي عندك وجع في ركبتك، طبعا دي مش نصيحه طبيه يعني، ولكن في المجمل يعني بتعمل ازاي؟ اول حاجه ايزومتريك فترات طويله. يعني اول حاجه ببدا بيها انك تلاقي وزن خفيف تقدر تثبته، يعني لوقت طويل نسبيا، وزن خفيف. تاني حاجه انك تبتدي تعمل ايسنتريك، يعني اللي هو مثلا اطلع بوزن خفيف مثلا وانزل تقلات، وانزل بوزن تقيل واقضي فيه وقت كتير جدا وانا بنزل. تالت حاجه بتعملها وهي الكونسنتريك، انك بقى تطلع بقى تشتغل الحركه كلها يعني. آه بعد كده بتدمج بقى، يعني كل حاجه احنا قلناها دي بتبتدي تعملها بسرعه. كمان الجزء بتاع الثباتات اللي هو بقى وزن عالي بتحركه، او مثلا مش وزن عالي، بتطلع اقصى سرعه عليك، سوري. بتطلع اقصى اقصى فورس واقصى قوه. ايوه، اقصى فورس تقدر عليها. حاجه ما بتتحركش بتحاول تطلع فيها اقصى فرصه عندك. دي برضو بالترتيب اللي احنا مشينا عليه، يعني الاول ايزومتريك خفيف، ايسنتريك، بعد كده كونسنتريك الحركه كامله، وبعدين بتعمل حاجه فيها ايزومتريك جامد. طيب، بمناسبه الايزومتريك، آه، ايه رايك في الاساليب الادفانسد، او الاساليب اللي بتنزل جديد؟ هي طبعا معمول عليها ابحاث من زمان، لكن ابتدت تنتشر مؤخرا، زي الباب والحاجات اللي زي دي، اللي هي البوست اكتيفيشن والبوتنشيشن. ايه اه، رايك في الانواع ديت من التمارين او من حاجات الانظمه؟ جميله جدا. يعني انك مثلا انك تحاول تعمل ثبات 6 ثواني مثلا ديد ليفت. الديد ليفت كده بتحطه في الراك وتفضل تشد البار فاضي مالوش اوزان، بس انت بتزق البار نفسه في الراك، بتطلع اقصى طاقه عندك 6 ثواني، وبعد كده تعمل مثلا حاجه فيها سرعه عاليه. ده بيدي نوع ما من التحفيز لجهازنا العصبي، بيخليك لما تيجي تعمل حاجه اللي فيها سرعه تعملها بباور اعلى. فده حاجه من الحاجات الحلوه جدا وانا بستخدمها يعني. طيب ممتاز جدا. يبقى اذا في اساليب انا اقدر ادمج ما بينها، ما بين تمارين الجيم والتمارين بتاعتي اللي تخدم على لعبتي، علشان تقدر تحسن من البرفورمانس بتاعي او من الباور او البيت بتاعي، ابسط الحاجات اللي زي دي كلها. ابسط طريقه، اشهر طريقه، حاجه اسمها كونتراست تريننج. كونتراست ده انت بتعمل مثلا فرونت سكوات اللي هو بار امامي، بتعمله مثلا 5 عدات وزن تقيل نسبيا، وبعدين بتعمل 5 عدات فيرتيكال جامب نط لفوق. عملت حاجه نفس الحركه يعتبر، ولكن حاجه بتميمك عملتها الحركه، بوزن اه. عالي وحاجه سرعه عاليه. مبسوط ان انت كنت معانا في اول بودكاست، دي حاجه هو تشرفني جدا جدا شرف ليا جدا. والله العظيم. الله يعني والله يخليك. بجد انت من اول الناس اللي انا اتعلمت منها في المجال والله، وبتكتب في المجال ربنا من يديك زمان. الصحه، الله جميله يخليك. جدا والله يعني. تسلم لي، ربنا يخليك. ربنا انت يبارك ايه لك. نصيحتك للشباب بشكل عام جدا في موضوع الرياضه والتمرين والتاهيل بشكل خاص؟ نصيحتين كده يعني حد عايز يدرس ولا حد بيتمرن؟ في اي حاجه. طيب يعني لو حد عايز يدرس، دور على حاجة بتدي لك قيمة، ما تدورش على شهادة يعني. دي أهم نصيحة اديها لك، دور على حاجة فيها قيمة. وعشان تاخد حاجات فيها قيمة حاول تتعلم لغة، عشان الإنجليزي مهم جدا في أي شهادة. وعشان تعرف، وعشان ما تبقاش زبون. يعني أنت عشان تروح تجيب العلم محتاج تقرا في الكتاب أو تاخد الكورس وهو بالإنجليزي، ما تستناش لما حد يجي ينقله لك بالعربي. ده للناس اللي عايزة تدرس. يعني الناس اللي عايزة تتمرن، يعني الجزء البدني عندنا في مصر متأخر. احنا متأخرين في كل حاجة، في كل يعني الحمد لله في حاجات كتير احنا متأخرين. انت لو عايز تفرق نفسك عن القطيع، البدني هيفرقك جدا. اغلى لعيبة في الكورة هم اسرع لعيبة، وانت مش بتبقى اسرع بانك تلعب كورة بس. ما تبصش على ال1%، ما تبصش على واحد اوريدي ربنا خلقه سريع وتشوف هو عمل ايه. لا، هو ربنا خلقه سريع.
شوف واحد ما كانش سريع وبالتمرين بقى سريع وحاول تقلده. فانت ممكن تبقى اسرع بكتير، اقوى بكتير، معدل اصاباتك اقل بكتير. كل ده بتعمله ازاي؟ انك تتمرن بدني بجد. دور عن يعني ايه strength and conditioning، دور يعني ايه تخطيط احمال، افهم، سرش على جوجل، بص على تمرين، تابع مدربين، فهم نفسك الدنيا، وعلم نفسك لو مفيش حد حواليك يعلمك. يعني انا اسف ان مفيش حد حواليك قادر يعلمك وان الثقافه دي مش منتشره، ولكن ده اللي هيفرقك عن الناس اللي حواليك. وده اللي بايدك تعمله، لان الجانب التكنيكال مش سهل ومعقد ومش شغلانتي. مش انا اقول لك ازاي تبقى احسن في سكيل رياضتك، انا شغلانتي ان انا اقول لك ازاي بدنيا تبقى احسن وتقلل معدل اصاباتك يعني. فهو انك تثقف نفسك اهم حاجه، وما تضيعش فرصه انك، خصوصا لو سنك صغير، ما تضيعش فرصه انك تبقى قوي جدا بدنيا عشان انت عندك وقت وانت صغير وانت لسه ما احترفتش. جدولك مش زحمه عندك، انت وقتك ملكك، تقدر تقوي نفسك وتحسن نفسك، وكمان سنك صغير جسمك بيستجيب اسرع بكتير من حد كبير. فيعني ما تضيعش الفرصه دي يعني. كلام جميل جدا 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 بجد، انت ربنا يعني يبارك. اوجزت كل حاجه انا كان نفسي اقولها في النصيحتين دول. ربنا يبارك. وفعلا انا مش هضيف على الكلام حاجه، وما اقدرش اضيف عليه لان هو فعلا الكلام لخص كل حاجه. بس الله فعلا يعز. انت قلت حاجه مهمه جدا تتلخص في الاستثمار في نفسك. انت قلت للناس يستثمر في نفسه عن طريق ان هو يذاكر انجليزي. هتبقى للاسف هو ده الواقع وهي دي الحقيقه، ما ينفعش ندفن برضه راسنا تاني. مش هتقدر تسيرش على اي حاجه زي ما كابتن عبد الرحمن قال بدون ما يبقى عندك لغه، ولغه قويه كمان. ومش اي حاجه تظهر لك على جوجل هي الصح للاسف. مش اول حاجه بتظهر لازم يبقى عندك اليات البحث، مش البحث العلمي لا، البحث اصلا ان انت تبقى البحث راجل بتعرف العادي تبحث. اه، تبقى راجل بتعرف تفهم. فده جزء مهم جدا. صحتك وجسمك زي ما كابتن عبد الرحمن قال، هم مش هقول لك مصدر رزقك، هو ده الاساس اصلا انت بتتحرك بيه. فلو انت ما استثمرتش ده عن طريق انك تشترك مع حد فاهم، او عن طريق انك تتعلم لغه، او عن طريق انك تشوف كتب او حاجات معينه او الكلام ده كله، يبقى انت للاسف بتضيع وقتك ومجهودك وبترهق مفاصلك ونفسك وكل حاجه من الحاجات اللي زي دي كلها. تحرق على فانا الفاضي فعلا. مبسوط جدا 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 ان انت ربنا كنت يبارك. معانا النهارده. بجد انا عن نفسي استفدت جدا من الحاجات ديت. ان شاء الله شرفت حاجه والله. الله مش هتبقى اخر مره، دي اول ان مره شاء بس الله. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ان كده. شاء الله. ان شاء الله. وهيبقى لينا حاجات ان شاء الله تاني نظبطها مع بعض، خاصة لو شرف الناس ليا والله. قالت لنا ان احنا عايزين اكتر من الموضوع دوت، او ان احنا عايزين نتكلم عن تفاصيل تانية. طولت عليك جدا ان شاء جدا، كل الله. سنة وانت لا، اي طيب حبيبي. ورمضان كريم عليك. صحة وسلامة طيبين جميعا. تسلم لي حبيبي. الله ربنا يخليك يعزك. حبيبي.